فاكر ريحة المغرب زمان في رمضان؟ طب ريحة الترشي، صوت الشيخ محمد رفعت، ياد ياد، الصوت اللي بيهز العمارة وانت قاعد في الدور الرابع. انت فاكر ان ده نووي؟ ولا ده مدفع رمضان مثلا بتاع الفطار؟ لا خالص، ده البازوكة بتاعت سيد ابن بوسهيد، بيجرب آخر ما توصلت إليه تكنولوجيا إعادة التدوير الحربي. احنا النهارده مش هنتكلم عن فانوس رمضان ولا كنافة والقطايف، احنا النهارده هنتكلم عن بازوكة رمضان. أهلا بيك في خد نفس مع الدك. خد نفس عميق وتعالى لي. بازوكة رمضان دي الاختراع اللي أثبت إن الحاجة أم الاختراع، وإن الفضا أبو الكوارث. بص كده على الصورة دي، أنت شايف إيه؟ زبالة لا مؤاخذة؟ عينك محتاجة كاليبريشن. التحفة الهندسية دي بتتكون من شقين أساسيين، غرفة احتراق ودي بتبقى عبارة عن علبة مبيد حشري قديمة، بيروسول بايجون ريد ما بتفرقش، بس كل ما الصدى يزيد كل ما العراقة تزيد، وده اللي بيحصل فيها السحر والكارثة. القطعة التانية الماسورة، حتة ماسورة PVC غالبا مسروقة من الجامع اللي بيتبني في الشارع اللي ورانا، وظيفتها توجيه الموجة الصوتية عشان تصحي الميتين حرفيا. يا دكتور، بس دي مربوطة بشكرتون بزون أمان والشياك. ده مش أي شكرتون يا ميدو، ده شريط لاصق عازل للكهرباء. العيال كانوا بيستخدموه كستراكشر انتجريتي سبورت أو لدعم السلامة الهيكلية. العيال هنا كانوا بيطبقوا مبادئ الهندسة الميدانية بالفطرة، بيلفوه 700 لفة عشان خاطر الضغط لما يزيد جوه ما يفرقعش في وش حمه وهو بيولع. وهنرجع للحتة دي بعدين. نيجي بقى للوقود، ازاي حتة الصفيح دي بتطلع الصوت المرعب ده. الأطفال زمان انقسموا قسمين، عيال أغنياء بيستخدموا السبيرتو ويسرق شوية كولونيا من ورا أبوه، والعيال الفقراء اللي كانوا بيستخدموا الكربون، اسمه العلمي كاربت. بس احنا عشان بنتكلم في النوستالجيا وبنتكلم في القديم منه هنقول كربون كتير مش هنقول كاربت، بس اتفقنا اللي هو اسمه كاربت. تمام؟ نرجع لموضوع. العيال كانوا يجيبوا حتة الكربون اللي ريحتها تقرف ويحطوها جوه علبة البيروسول المصدية ويتفوا عليه. اه والله كانوا بيتفوا عليه، تحس كده ان في اشعاعات نووية هتحصل، مع انهم لو كانوا حطوا عليها نقطة مية كانت ادت نفس التفاعل. التفاعل ده مش فاهمين منه حاجة؟ ابسطها لكم. الكربون لما بتيجي عليه ميه بيجنن ويطلع غاز اسمه اسيتيلين. الاسيتيلين دوت غير مستقر وسريع الاشتعال. الكربون بتيجي عليه الميه يدرج، يطلع منه الاسيتيلين. ازازه البيروسول الضغط زاد جواه، خلاص عماله تصرخ، الشكرتون بيعيط، مش لاقيين منفذ. يجي سيد يروح جاي سارق الولاعه من ابوه مولع جنبها بوم، وهو ده الصوت اللي بيخلي ام عبير تطلع دماغها من الشباك وتذكر الوالده بابشع الالفاظ. أفضل تفسير علمي للي حصل دوت فسره بروفيسور تشارل، صاحب نظرية تشارلز لو في الفيزياء، اللي بيقول لما حرارة الغاز بتتغير بيتغير معاها حجمه وضغطه، وبيبقى المكان الوحيد اللي ممكن يطلع منه التغير دوت هو الماسورة ديت. السؤال الأزلي، هل الاختراع ده خطر ولا صوت بس؟ أحب أقول لك إن الاختراع ده مش خطر، ده يقول للخطر قوم ونقعد مطرحك. إحنا بس ربنا كان سترها معانا. إلى جانب اللي فيه حاجة اسمها انحياز البقاء، إحنا اللي فضلنا عشان خاطر نحكي اللي حصل، إنما في غيرنا كتير اتصاب في الحرب ديت. الخطر الأولاني، علبة البيروسول المصدية ديت ممكن ما تستحملش الضغط اللي جواها، خصوصا إن هي بتبقى مصدية والجدران بتاعتها أصلا على شفا إن هي تتخرب لوحدها، فممكن تنفجر والشظايا بتاعتها هتيجي في وش حد وتبهدله، وياما حصلت وياما شفناها. الخطر التاني، الشكرتون. الشكرتون ده مهما كنت لفه ممكن يفك، وعليه برضه عمر افتراضي. الخطر التالت، ممكن لما تيجي تولع بدل ما اتجاه الغاز يطلع من ناحية الماسورة الرمادي الكئيبة بتاعة الجامع، يطلع من الخرم اللي انتوا كنتوا بتدفوا منه، فيطلع في وشك وياما شفناه. وده كان مشكل اعتدنا عليه ان نلاقي واحد حواقب بشيطة او شعره شايط، خصوصا في الاعياد. الخطر الرابع، غاز الاسيتيلين زي ما قلنا غاز غير مستقر، وممكن اساسا ينفجر لوحده من غير ما تقرب منه بولاعة وانت ماسك وراجع مفجر في ايديك. الخطر الاخير وده أشد خطر فيهم، أهمهم وأكبرهم، إن أبوك يقفشك.
وده هيبقى انفجار من نوع تاني خالص. واسأل مجرب. بس بالرغم من كل الخطط دوت، وبرغم إنها كانت إزعاج صافي، كان فيها روح. كانت محاولة مننا اللي إحنا نصنع فرحتنا بإيدينا، إننا نشارك في دوشة العيد بصوت إحنا اللي اخترعناه. دلوقتي أنت معاك سمارت فون تقدر تنزل أبليكيشن يعمل لك صوت مدفع، ويمكن أكبر من اللي أنت كنت بتعمله زمان. بس هل ده في نفس المتعة؟ في نفس الريحة؟ في نفس الأدرينالين؟ نصيحة أخيرة، إياك ثم إياك إنك تحاول تعمل ده دلوقتي. العظمة كبرت، وهيبقى شكلنا وحش أوي وإحنا بنجري قدام أم عبير وهي ماسكة مقشة دلوقتي. خلي الذكرى دي في مكانها في الماضي الجميل. متنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب للقناة عشان لو القناة فرقعت أعرف ألمكوا تاني. وسلام.